عليه، ومن يلتزم بإقامة العزاء له وهي في أشد الوجد والحزن والبكاء. انظروا لسان الحال، هكذا بلسان الحال أقول رسول الله لفاطمة يقول لها: قري عينا، هناك رجال وهناك نساء سيبكون الحسين عليه السلام. أنتم وعد رسول الله لفاطمة، أنتم وعد رسول الله لفاطمة أيها الرجال أيها النساء. يا فاطمة، قال رسول الله لابنته فاطمة: يا فاطمة، إن نساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي، ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي، ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة. فإذا كان يوم القيامة تشفعين أنت للنساء وأنا أشفع للرجال، وكل من بكى منهم على مصاب الحسين أخذناه بيده وأدخلناه الجنة. فأنتم تقرون الزهراء، تقرون عين الزهراء ببكائكم، وتقرون عين رسول الله ببكائكم. نقول للعالم أيها الأخوة والأخوات: انظروا ماذا صنعت هذه الدموع، ماذا صنع هذا البكاء. صنع رجالا وقفوا أمام داعش، وصمدت آمالي، وصمدت مدن كثيرة، وحررت أرض العراق من دنس داعش بفعل هذا البكاء. أيها المعزون، نقول لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، قرأينا رجال الطف استمروا هنا في مدينة آمرلي وفي بيتي وفي الأنبار وفي كل مكان، ها هم يجددون لك البيعة، وذلك النداء أمام الناصر ينصرنا قد جدد في هذا اليوم وفي هذا المكان. انظروا إلى مدينة آمرلي، هذا البكاء، هذه الدموع ماذا صنعت؟ في مدينة آمرلي لم يكن إلا القليل من الرجال، ولم يكن لديهم إلا القليل من السلاح، قرروا أن يصمدوا. انظروا ماذا فعلت نساء آمرلي. نقول لهؤلاء النسوة الذين يبكون على الحسين: ماذا فعل البكاء؟ طلبوا من النساء أن يخرجوا من مدينة آمرلي خوفا على أعراضهم. ماذا كان الجواب؟ سنبقى صامدين في آمرلي حتى لو قتل جميع الرجال، سنقاتل داعش بالسكاكين والخناجر، ولا نسمح لهم أن يدخلوا مدينة آمرلي. أيها الأخوة والأخوات أيها المعزون، نقول للعالم: انظروا هذه البطولات، هذه الدموع ليست دموع عاطفية، إنها دموع تصنع الأبطال الذين يقاتلون من أجل مبادئ الإمام الحسين. فتية في 12 من العمر وفي 13
خرجوا إلى السواتر في مدينة آمرلي، سئلوا كيف خرجتم؟ أحدهم قال إن أمي هي التي ألبستني لباس الحرب وأمرتني أن أخرج لأقاتل. انظروا إلى تلك المرأة التي لم يكن لها إلا رغيف واحد من الخبز في اليوم الواحد، ولها 10 أطفال، قسمت هذا الرغيف 10 أقسام في اليوم الواحد تعطيهم لها الأطفال، وبقوا صامدين أشهر أمام هذه الهجمة الشرسة. انظروا أيضا إلى تلك المرأة من ناحية العلم من الطائفة السنية الكريمة، ماذا فعلت ثورة الحسين وماذا فعلت هذه الدموع؟ هذه المرأة تذكرنا بطوعة، هذه المرأة آوت العشرات من جنود القوات المسلحة حفاظا لهم من عصابات داعش. انظروا أيضا هذه المرأة التي وقفت بجانب ولدها في المستشفى، قطعت يده اليمنى، ماذا قالت له؟ هل كانت تخاف عليه؟ قالت له ولدي لا أرضى لك إلا أن تعود إلى جبهات القتال وتعود إلي بيدين مقطوعتين كما قطعت كفا أبي الفضل العباس عليه السلام. أختم لكم نموذج آخر، امرأة في 50 من عمرها من مدينة خانقين، لها 4 من الشباب، استشهد 3 وتأمر ولدها الرابع أن يبقى في جبهات القتال يقاتل وليس لها من معين أحد. هذه البطولات التي صنعتها هذه الدموع، نقول للعالم ستبقى مبادئ الحسين بهذه الدموع وبهذا العزاء. فجزاكم الله تعالى عن رسول الله وآل بيته الطيبين الطاهرين خيرا. هذه التضحيات التي جاءت استجابة لنداء المرجعية الدينية العليا في الدفاع عن العراق ومقدساته. أيها الأخوة والأخوات، حافظوا على صلواتكم، حافظوا على عدتكم، حافظوا على أعراضكم. جزاكم الله تعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.